لو هيبقى محتوايا الفترة الجاية أنا عايز أعرف فلوس الزمالك دي كانت منين؟ خلصنا هزار وتحفيل. تعال تعال، مش غريبة خالد بوطيب وبنتاي باتشيكو التلاتة انا رميتها في نص الكلام امبارح وما ركزتش فيها. انتوا صدعتونا على مدار موسم كامل بتجيب فلوسك منين، او بمعنى اصح اتحرقت لما شفت صفقات كاس العالم. طب انا عندي عذر وبعرف اتكلم بيه، بكسب بطولات وعندي عقود رعاية وعندي كاس عالم وعندي. انت جبت الفلوس دي منين؟ انا عايز زملكاوي يطلع يرد عليا بمنتهى الحياد والشفافية ويفهمني زي ما هو لو طلب. انا هعديله عيني كده وارد عليه اقول له انا فلوسي من المنطقة الفلانية. انت جبت فلوس باتشيكو وخالد بوطيب وعقد بنتايج منين؟ للعلم بس في معلومة من ضمن كل ده، عقد بنتايج اتفعل بعد مباراة الأهلي والزمالك لما الأهلي ما راحش. كان مين متصدر ساعتها؟ ها؟ بيراميدز. جميل، انت كده بتفهم. وخالد بوطيب وباتشيكو اتسد دينهم بعد امتى؟ بعد مباراة الزمالك وبيراميدز. مش بيوحي لك بحاجة؟ الشغلة دي مش دايرة معاك في دماغك بحاجة؟ انا مش بتهم حد بحاجة، بس انا عايز اعرف الزمالك جاب فلوسه منين. انت لا بطولات بتكسب ولا بتشارك في دوري ابطال ولا بتسافر هنا ولا عقود رعاية من هنا، وعليك ديون وعليك مبالغ وعليك وقف قيد وعليك. بتجيب فلوسك منين؟ هتقول لي رجال اعمال، هقول لك ممدوح عباس اصلا مش هرشح لكم في كل حتة.